بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. النهاردة هنعمل فطير مشلتت بس في الطاسة. يعني فرضا ان ولادك بيحبوا، نفسهم جات على انهم ياكلوا فطير مشلتت كده بالليل ولا حاجة وانتوا سهرانين. سهل، مقدار بسيط صغير كده. هنعمل حوالي كوبايتين دقيق وعليهم ذرة ملح صغيرة ومعلقة بيكنج باودر ومعلقتين سكر، وبنعجن. وبتبقى طبعا محضرين ايه الاحسن والافضل لينا، بيدي طعم طبعا وريحة ونكهة حلوة، الزبدة. ممكن سمنة، ممكن زيت. بتبدأ تفردي بيه بعد الفرد، تفردي تستخدموه في الفرد يعني. زي ما احنا شايفين دلوقتي احنا بنحضر العجينة. كوبايتين الدقيق عادي بنعجنهم كويس. في الاخر خالص قبل ما يعني بعد ما نهيت العجن بضيف حوالي معلقة زيت كبيرة كده بنهي بيها العجينة. الحاجة دي بتخلص لي العجينة وبتنعمها لي، يعني كده انا باخد ودي في العجينة تنعم في ايدي ويبقى ملمسها جميل كده. بسيب العجينة تريح شوية صغيرة كده حوالي 10 دقايق، وابدأ بعد كده اشتغل فيها. انا هقسمها كور عندي صغيرة زي ما احنا شايفين كده. كورة يعني يعني تقريبا في بين حجم البرتقانة والليمونة، يعني متوسطة كده. زي ما احنا قسمناها كده وحضرناهم. وهنبدأ نحضر شوية دقيق، هنفرد كده على الرخامة بشوية دقيق بسيطة هنحطها مش كتير. وابدأ كده بالمردنة افرد كده براحتي واخد ودي فيها كده، فردها خالص لحد ما اخلي طبقتها كده خفيفة خالص. وابدا ادهنها بالزبده زي ما انا قلت لكم، يعني بتدي نكهه احلى واطعم. مفيش زبده خلاص، على طول سمنه وزيت تخلطيهم على بعض هيأدوا الغرض برضو. زي ما احنا شايفين كده بقطع العجينه انا عندي على مربع هي او مدور زي ما يكون. بقطع، لاحظوا بس الحروف، الحته اللي في النص انا ما قطعتهاش الحروف، وباجي بتني بالطريقه اللي احنا شايفينها دي. الطريقه دي بتخليه يطلع مورج، ما يطلعش كابس كده من جوه. زي ما احنا شايفين كل طبقه بتنيها لازم ادهنها. هو نجاحه انك تديله كويس، تشربيه كويس بالزبده وتطعميه كويس بالزبده او السمنه، وهكذا. زي ما احنا شايفين كده بود اتني فيها الطبقات بتاعته بالشكل اللي احنا شايفينها كده. التانية دي والطريقة دي هي اللي بتخليهولي من المورج، ميبقاش من جوه كابس وكده، لا بيطلع ورقة ورقة كده من جوه. انا كده في الاخر اهو نهيت. بس زي ما انتوا شايفين ما بسيبش طبقة ما بحطش عليها الزبدة، وبسيبها تريح بقى اركنها واكمل شغلي عادي كله بالطريقة اللي احنا شايفينها دي. حبيتي انك انت تفردي برضو واحدة واحدة زي كده. الفطيرة مثلا دي صغيرة، انت عايزة تعملي فطيرة حجمها اكبر، انت فردتي وركنتي واحدة، بتفردي واحدة تاني وتحطي التانية في قلبها، وتبدأي برضو تكبريها بالطريقة دي انك انت يبقوا اتنين داخل بعض يعني. زي ما احنا شايفين كده اهو. بس انا بقول لكم يعني دي الفطيره دي القطعه دي يعني للشخص مشبع. ان كل واحد من اولادك ياخد واحده منه هتبقى مشبعه. وفي الطاسه بتستوي وبتاخد راحتها في الطاسه يعني. يعني كل ما يكون حجمها حلو كده صغير، تفرديها وتبقى ما تبقاش كبيره خالص، كل ما يكون سواها في الطاسه اجمل واحسن يعني. زي ما احنا شايفين بوريكم الطريقه. لو انا عايزه اكبرها شويه، انا واحده فردها والتانية بفردها الفردة دي وبحطها في قلبها زي ما احنا شايفين كده. وابدأ برضو كل حتة فيها برضو بشربها بالزبدة كده، انا عشان لو عايزاها واحدة كبيرة يعني. وهكذا لو عايزة اكبر تاني برضو بجيب واحدة تاني افرد واحط دي في قلبها. بس هو طبعا لا يعني، انا بستكفى بكده عشان الطاسة الحاجة تاخد راحتها في السوا. وادي بعد ما ارتاحوا شوية انا بجيبها كده بلمها بعملها زي الدايرة، زي الكورة كده، وابدأ بالراحة كده بإيدي أفردها على الرخامة. وبفردها كويس يعني بيبقى علوها حوالي سنتي، لأن هو ما شاء الله يما هتحطيه في الطاسة هينتفخ من جوه ويورج، عشان احنا حاطين معلقة بيكنج باودر في العجينة.
دي بتخلي الفطيرة من جوه بتورق وتبقى جميلة. ادي الطاسة، انا بحط معلقة زيت فيها كده وبتسخن كويس خالص، وبروح حاطة على طول الفطيرة وابدأ اهدي النار عليها كده، تبقى نار متوسطة، واول ما تمسك كده شوية نفسها ابدأ اقلبها على الناحية التانية، وعلى طول كده بالطريقة دي بالراحة كده، كل شوية أقلب فيها لحد ما تاخد سواها من الناحيتين، والسوا بتاعها ما شاء الله هتلاقيها هي انتفخت كده، وهتبقى ما شاء الله من جوه. الانتفاخ ده دليل على ان هي من جوه ورجت وبقت زي الفل، زي ما احنا شايفين اهي انتفخت ازاي، ولونها بيبقى لون ذهبي حلو جميل كده والله، وطعمها خفيف جدا وجميل جدا، وفعلا فطير مشلتت. مش هي حاجة ضخمة كده وكبيرة يعني يبقى هو ده فطير وده مش فطير، لا ده فطير ادي زي ما احنا شايفينه بعد ما سويناه مورق من جوه ازاي ومنتهى الجمال. وما تنسوناش في الشير واللايك لقناة نانو مامتها عشان ننزل لكم كل افكارنا الجديدة. سلام عليكم.